بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله. قولوا معايا يا جماعة ما شاء الله. ده البط اللي مربيه معاكم هنا على القناة. البط ده عمره 2.5 شهور زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله على الأوزان. أوزان الحمد لله جميلة في عمر قصير، يعني لما هطبح البط ده طعمه هيبقى جميل جدا لأن لسه البطة عمرها صغير، لسه البط طري منشفش. فين بقى الناس اللي كانت بتقول ان البط بيندبح على 5 أو 6 شهور؟ فين الناس اللي لما قلت ان البط ده هيذبحه على 2.5 شهور قالوا ان ده مستحيل؟ البط مستحيل ان هو يندبح في العمر ده. ادي اوزان البط اللي قلت ان هو هيندبح على 2.5 شهور، وارجعوا شوفوا الفيديوهات اللي انا منزلها على القناة. ده غير كمان ان حصل عندي شوية مشاكل زي الكساح وزي الافتراس. عايز تعرف ايه هي الخلطة اللي سميت البط بالاضافة اللي كنت بضيفها مع الخلطة عشان تعالج عندي الكساح؟ عايز تعرف الحاجة اللي ببلاش ان انا عالجت بيها مشكلة الافتراس عند البط؟ تابع معايا الفيديو للنهاية، وبلاش تسمع كام دقيقة من الفيديو وتطلع وتسيب الفيديو. كل كلمة هقولها في الفيديو ده وكل معلومة هتبقى مفيدة جدا لأي حد بيربي بط. ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل زر الجرس لو انت أول مرة تتفرج على الفيديوهات بتاعتي ولسه مش مشترك في القناة. أول حاجة هنتكلم عن مشكلة الكساح ومشكلة الافتراس وازاي ان انا اتفاداها او ازاي ان انا اعالجها. اول حاجة لو احنا عايزين نتفادى المشكلة دي من البداية، في ادوية مهمة هنجيبها مع البط واحنا جايبينه وهو صغير، هنحضن عليها ونستعملها فترة الدورة عشان ما يحصلش عندنا مشكلة الكساح ولا الافتراس. الادوية دي انا منزلاها في فيديو الاستقبال. طبعا حد هيقول لي امال انت ليه حصل عندك مشكلة الكساح والافتراس ما دام انت بتقولي الادوية دي هتتفادي بيها المشاكل دي كلها؟ الناس اللي متابعة موجودة معايا في القناة عارفة ان انا كان عندي فيروس، وعارفة سبب الفيروس اتنقل عندي ازاي، وانا قلت الكلام ده في فيديو موجود هنا على القناة. اثناء الفيروس بقى انا وقفت الادوية اللي انا كنت بنزلها كلها، وابتديت بس ان انا انزل الادوية علشان ان انا اقدر اقلل النفع عندي واقدر ان انا اسيطر على الفيروس الموجود عندي في الطيور. والحمد لله النفع ما كانش عالي ولا حاجة في البط ده. هم 4 بطات بس اللي ماتوا من البط ده اثناء وجود الفيروس. ده غير كمان أثناء تطهير المكان، لأن كنت بطهر المكان بشكل يومي. الطيور اختلطت في بعضها، فكان عندي بط بلدي كبير. البط ده كان عمره 25 يوم وقتها. فمن هنا بقى مع الاختلاط الأعمار الكبيرة مع الأعمار الصغيرة حصل عندي حالات افتراس. البط الكبير بقى ياكل في البط الصغير، ومن بعد كده بقى ابتدى البط الصغير هو ياكل في بعضه. ومن هنا بقى ظهر عندي حالات الافتراس، ومن بعدها برضو حالات كساح بسبب إسهالات حصلت في البط. طيب عالجنا المشاكل دي كلها ازاي؟ أول حاجة حالة الافتراس ازاي عالجها؟ شايفين ده الحاجة اللي عالجت عندي البط، الحاجة اللي ببلاش جدا اللي مكلفتنيش أي فلوس. تراب أنا جبته من الأرض الزراعية، التربة اللي احنا بنزرع فيها الزرع. سبحان الله ربنا حط فيها الأملاح الكافية اللي بيحتاجها البط علشان ما يحصلش عنده حالات افتراس. ولو خدنا بالنا الناس اللي هي بتربي البط على الأرض العادية مش الأرض اللي هي الأسمنت أو العش اللي احنا بنعملها، البط بيحب ياكل من الأرض. المية اللي بتندلق حوالين الإناء اللي احنا بنحط فيه المية، البط بياكل الأرض دي اللي هي فيها البلل. الأملاح اللي البط محتاجها جسم البط بيلاقيها في الطينة دي. فالطينة دي أنا بقالي شهر كامل أو أكتر من شهر تقريبا بنزلها كل يوم للبط. بجيب التربة زي ما انتوا شايفينها كده وبزودها مية وبحطها قدام البط، وسبحان الله البط بيشرب المية دي بشكل فظيع وبياكل الطينة الموجودة فيها. بعد فترة من استعمال الطينة دي البط منع عندي حالات الافتراس. كان عندي بط بيسيح بعضه وكان جناح البط بيبقى دايما ينزل دم. لو خدت بالكم ان في بطة في وسط البط دي لسه معلم فيها مكان الافتراس وكان عندها كساح، بس هي يمكن مش ظاهرة في وسط البط. ما علينا، الحمد لله ان انا بالحكاية دي اتخلصت من حالات الافتراس الموجودة عند البط، اصعب مشكلة ممكن تواجه اي حد بيربي بط. تعالوا بقى نشوف الخلطة اللي انا بنزلها للبط اللي سميت عندي البط، وكمان الاضافة اللي انا بحطها مع الخلطة دي علشان منعت عندي حالات الكساح. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده انا جايبة العلف اللي هو 21%. هو المفروض ان احنا في العمر ده ننزل العلف 19، بس انا ملقتش العلف 19 فانا حاليا منزلة 21%. مع العلف مقدار كده، يعني ده حوالي كيلو او كيلو ونص علف على حسب الطيور اللي انت عندك بتربيها هتاكلها قد ايه. معاه بقى حوالي كده ربع كيلو من الفول البيض المطحون. الفول بقى من الحاجات الجميلة اللي هترفع معايا الوزن، غير كمان ان هي هتدي طعم جميل جدا للحم البط.
انا نزلت من الفول البلدي ده طول الدورة كلها حوالي 3 كيلو من الفول البلدي، من اول ما ابتدينا ان احنا ننزل الخلطة بتاعت التسمين دي بتاعت البط، موجودة هنا برضو على القناة. معاها بقى الدشيشة الصفراء، الذرة الصفراء، زي ما انتم شايفين كده برضو مقدار كيلو او كيلو ونص مثلا من الدشيشة الصفراء دي. بقى البهارات، ملح، كزبرة، حلبة مطحونة، كركم، دي كلها هنضيفها كده مع الخلطة دي. الناس اللي بتقول لي تسألني عن الحلبة المطحونة هل هي المغات او الحلبة الحصى احنا بنطحنها؟ لا يا جماعة، الحلبة الحصى العادية ممكن ان احنا نطحنها عندنا في الخلاط، ممكن ان احنا نشتريها جاهزة مطحونة من عند بياع التوابل. نيجي بقى للإضافة اللي هي منعت عندي حالات الكساح، البودرة، بودرة البلاط، الكالسيوم اللي بيحتاجه البط، جسم البط علشان يقدر يقف على رجليه. البودرة دي برضو أنا بنزلها على العلف من حوالي أكتر من شهر، بضيف مقدار كده معين من البودرة زي ما انتم شايفين. المقدار اللي في الطبق ده أنا بضيفه على المقادير دي كلها. بعد فترة من استعمال البودرة دي على الخلطة دي اللي أنا بنزلها، البط اللي كان عنده كساح قدر ان هو يخف ويقف على رجليه ويروح. بعد كده هجيب العيش، طبعا بالعادة ان احنا بنحط العيش يكون ناشف، والافضل ان هو يكون ناشف، بس احيانا بقى مع الكسل وان انا الاسبوع ده كله كنت مشغولة فيه، فالصراحة بقالي اسبوع بقابل العيش زي ما انتم شايفينه كده وبعصره كويس وانشفه، وابتدي ان انا اضيفه مع باقي المقادير دي كلها. على المية بقى بضيف احيانا املاح معدنية، احيانا بضيف فيتامينات زي الهي سيلينيوم والالف دال، احيانا برضو بضيف الخل بنزله من مرتين او 3 في الاسبوع على المية للبط. طيب حالات الاسهالات اتعالجت ازاي؟ الاسهال يا جماعة لازم يكون ننزله مضاد حيوي، لان دي بكتيريا ما ينفعش ان احنا نقول ننزل فيها اي حاجة طبيعية او اي اعشاب تقضي عليها. البكتيريا مش حاجة تقضي عليها غير المضاد الحيوي. لما كان عندي الاسهال اللي هو حصل اللي هو كان سبب في الكساح، نزلت الاموكسي والكوليستين. هنجيب الاموكسي مضاد حيوي معوي مع الكوليستين برضو مضاد حيوي معوي، وهننزل منهم هما الاتنين يكون كل نوع جرام على اللتر المية. ينزل 8 ساعات في اليوم للبط لو هو عنده حالة اسهال. الشيح من الحاجات الكويسة جدا اللي هي برضو هتعالج معانا الاسهالات، وكمان هتعالج الديدان. يعني ممكن نغلي الشيح ونضيفه على المية مرة او 2 في الاسبوع للبط. هقلب المقادير زي ما انتم شايفينها دي كلها، وهدخلها بشكل كويس جدا كده مع الخلطة. زي ما انتم عارفين ان انا منشفة العيش، بلاش نحط العيش وهو كله مية كده علشان ما يعجنش والخلطة كده تعجن والطير ما يعرفش ان هو ياكلها. المقدار ده كله انا بعمله كل يوم، يفضل قدام البط طول اليوم. عندي فراخ بلدي باكلها من نفس الخلطة دي، عندي بط بلدي برضو باكله من نفس الخلطة دي مع البط المولر. البط ده يا جماعة نوعية البط اللي انا بتكلم معاكم عنها دي بط مولر. ان شاء الله بقى هننزل مع بعض دورة جديدة ان شاء الله، هكون بط مسكوفي هنذبحه مع بعض لرمضان، هنربي مع بعض ان شاء الله الدورة كلها كده على القناة. ربنا ما يجيبش حاجة وحشة ويعيد علينا وعليكم يا رب الايام بخير. بفكركم لو كنتوا نسيتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس لو انت اول مرة تشوف فيديوهاتي. في نهاية الفيديو تحية طيبة مني لكل المتابعين.